حبايبي الحلوين اللي سالوني عن نوع مسكرتك ايه من ساعه الفيديو اللي انا عملته بتاع مشتريات المنشيه. تعالي وانا اقول لك مسكرتي القمر دي. سيبال 3 دي يا بنات خطيره. لو عندك مناسبه وعايزه ما تحطيش رموش اكتفي بالمسكره دي، هتقوم معاكي باحلى واجب. بس اهم حاجه تتاكدي ان هي الاصلي بتاعتها، لان في منها بينزل مضروب، فاتاكد ازاي. ده شكل الفرشه يا بنات، بتبقى مبططه كده من فوق ونازله على ضيق وبعدين مبططه. ده شكل الفرشه بتاعتها. السواد بتاعها سوادها قوي فاحم، خطيره، مش هتاثر معاكي في حاجه، استعمال يومي، ولو عندك زي ما بقول لك مناسبه هتبقى خطيره. طبعا انا بحطها واستنى عليها دقيقه وبعد كده ازود طبقه ثانيه وازود طبقه ثانيه لحد ما اوصل للنتيجه اللي انا عايزاها. لو انت عايزه استعمال يومي طبقه ولا طبقتين براحتك، بس انا بحب الرموش الكثيفه الثقيله الطويله، فاهمين قصدي؟ فبزود طبقات لحد ما اوصل للنتيجه اللي انا عايزاها. مش بتكلكع، خطيره، مش بتهبب، مش بتفرول تحت العين، بتفضل تسد معاكي لاخر نار لحد ما تشيليها انت بنفسك. كنت اشتريها اخر مره ب 275 من او 285 مش فاكره، من اوريجينال اللي في المنشاه اللي في الزنقه. طبعا كل ما بتخلص المكان هناك بيوفرها، بجد خطيره، جربوها يا بنات مش هتندموا ابدا. بس زي ما قلت لكم اتاكدوا ان هي البراند الاصليه. اشتريت ايه من سيبال تاني يا بنات؟ انا طبعا الفتره الاخيره حبيت اجرب نوع روج جديد، لان انا كنت اللي متابعني عارف ان انا بستعمل الشاو ليكويد مات خطير ما بغيرهوش. ولكن انا قلت لا، عايزه اجرب حاجه جديده من سيبال غير المسكره. فجبت الثلاث درجات دول من الروج. الدرجه الاولى وده شكلها، دي الدرجه اللي انا حطاها دلوقتي. خطيره يا بنات. الدرجه 01 دي مديه على اورنج كده شويه، تحسي ان هي ولا هي بينك ولا اورنج، هي واضحه صح كده، بس درجه من درجات الاورنج اللي مديه على بنيات شويه، فاهمين قصدي؟ ده شكل الدرجه اهي. زي ما قلت لكم 01 ده كان عامليه عرض، كان عامله تقريبا ب 150، بس للامانه مش طري زي الدرجه اللي هي الثانيه او الروج الثاني، هو سيبال برده، ولكن ايه، باكج مختلفه. وتقريبا ده كان ب 170. بصوا دي درجه الروج الثاني، هجربها لكم دلوقتي. خطيره وطري بشكل مش طبيعي، اطرى من اللي انا حاطاه كمان. معلش حابه اوريكم حاجه. بصوا لما بيتمسح من على الشفايف بيدي اللون الوردي ده، ما تحسوش ان لما بيتمسح بيدي زرقان للوش او للشفايف، لا خالص، بيدي الشكل الوردي ده. خطير يا بنات. بصوا يا بنات، ودي الدرجه الثانيه، تحسوا ان هي مديه على فوشيا كده شويه، او بينك اكتر، فاهمين قصدي؟ طري بشكل خرافي. وبرده لما بيتمسح من على الشفايف بيدي اللون الوردي ده برده، ما تحسيش ان انت وشك بهتان او مزرق او كده. دي الدرجه دي درجتها، استنوا يا ولاد، 305. وده شكل الباكج كده، بيتفتح كده، بصوا زي كان في سوسته كده بتتكي عليها زي القلم، يطلع الصباع الروش كده زي ما انتم شايفين. ودي الدرجه بتاعته. اشتريت ايه تاني؟ نسيت. ده اللي اشتريته اخر مره لما كنت في المنشيه، درجته 104. ده ليكويد يا بنات كده زي ما انتم شايفين، وده الحجم بتاعه كان ب 230 حاجه كده. بصوا يا بنات درجه الروج خطيره، بصوا تجنن تجنن تجنن. تحسي في الاول وانت بتحطيه، تحسي ان انت بتحطي ميه على شفايفك، اول ما بينشف بصوا بيدي لون خطير. طبعا بيتحرك لما بتاكلي فيه حاجه فيها زيوت او حاجه، غير كده فهو بيفضل صامد برده على الشفايف. كنت جايباه ب 230 وبصراحه عجبني. ومتشجعه ان انا اجيب منه درجات على بني كمان. طبعا انا هنزل لكم الفيديو وتقولوا لي الدرجات حلوه والوانها حلوه عليا ولا ايه، وتحبوا ان انا اجرب الوان تانية من البراند نفسها ولا ايه. اكتبوا لي في الكومنتات. بس كده يا حلوين، بحبكم قد الدنيا بحالها. اشوفكم على خير. دي